نغطيه. البداية ستكون مع منار. أسس منار، ما هي الأسباب بصورة عامة التي تؤدي إلى زيادة حالات الطلاق في المجتمع؟ بداية، من أهم الأسباب اللي تكون سبب في زيادة حالات الطلاق هي العنف الأسري اللي موجود بداخل الأسر في البيوت، وأيضا تعاطي أحد الأزواج المخدرات اللي هسه بشكل متزايد موجود بالعراق بشكل خاص. دا أحكي أو عندنا هم عدم التزام الزوج بدفع النفقات الواجبة للأسرة، وأيضا صعوبة تقبل الأزواج فيما بينهم، المشاكل البسيطة التي تحصل فيما بينهم. وأيضا هناك في مقدمة المشاكل أو الأسباب في زيادة الطلاق هي الزواج المبكر، اللي هي حاليا هو من أكثر الشيء الشائع اللي موجود هسه بمجتمعاتنا، خصوصا احنا في العراق، وخصوصا ايضا في القرى والاطراف الموجوده اللي تكون بها التوعيه والتثقيف من ضمن في هذه الناحيه كلش قليله. يعني الزواج المبكر صايره انه مثلا البنت وصلت لمرحله عمريه معينه 14 سنه 15 سنه 16 سنه، هاي خلاص انت جاهزه انه تتزوجين، مع انه هي اصلا ما جاهزه انه تتحمل مسؤوليه نفسها. فكيف انه تكون تتحمل مسؤوليه زوج واسره اكملها؟ نعم. يعني اليوم هل هناك ربط ما بين مواقع التواصل الاجتماعي بزياده اعداد نسب الطلاق في المجتمع؟ اكيد، وايضا من ضمن الاسباب هو مواقع التواصل الاجتماعي. ايا كان السبب اللي يكون، احنا دائما نقول مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين. شلون استعمل هذا الجهاز؟ الطريقه الايجابيه لاستخدام. اكيد الطريقه الايجابيه والطريقه السلبيه. المواقع كلها موجوده بداخل الجهاز هذا، اكو بيها مواقع وصفحات يعني تحرض الواحد على انه تكون تفكيره يختلف، مثلا تفكيره على الناحيه السلبيه تروح. اكو لا مواقف او مواقع اني استفاد منها بالحياه اليوميه وبعملي وبتطوير ذاتي، بس احنا دائما صايرين نروح على المواقع السلبية أكثر، اللي هي صايرة سبب أو مشكلة من مشاكل المجتمع، اللي هي أصلا سبب مؤكد في زيادة حالات الطلاق. نعم. وأيضا هناك كما ذكرت سابقا أنه تعاطي المخدرات اللي صارت أيضا من ضمن المشاكل الأساسية أو اللي قبل هي. أن ننتقل إلى هذه النقطة، اليوم أنتم كباحثين اجتماعيين كيف تتعاملون من نوع هذه القضايا اللي تكون سببها مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم. شو تتعاملون مع هذه القضايا؟ أكيد مواقع التواصل الاجتماعي لازم أعرف أنه شلون أتعامل مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا كلنا نعرف أنه صاير المتعة الوحيدة كل أفراد الأسرة الموبايل، بما فيها مثلا مواقع مختلفة موجودة بالجهاز وبالانترنت، كيفية انه شلون استعمل الانترنت. ومن ناحية يعني لما الاشخاص يلتجؤون الى الجمعيات من يجيكم يكون سببها استعمال الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، كيف ممكن تخلوهم او تقولوا لهم انه هذا الشيء غلط وتنصحوهم بالاستخدام الايجابي لمواقع التواصل الاجتماعي وتخلوهم يتراجعون عن فكرة الوصول الى حالة الطلاق؟ احنا بالنسبة لي أنا كباحثة اجتماعية، أول شيء عندي جلسات أسويها أقوم بجلسات ويا الضحية أو ويا الناجية، أحكي بها أنه حسب مشكلتها هي. من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي إحنا نقدر، أنا عندي دورات تأهيلية مثلا أنه أشغل نفسي بغير شيء، عندي دورات. إحنا بالنسبة لنا مثلا عندنا دورات خياطة، أكو تثقيف الذات، أكو تطوير الذات، أكو مهارات أكتسبها، أكو مهمة موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني صرف النظر عن غير المواقع اللي أنا ما استفاد منها شيء. يعني هسه أنا مثلا اكو دورات تثقيفيه على الجهاز الموبايل، اكو كتب اقدر اقراها من الموبايل، اكو مثلا هسه من اقرا روايه او كتب، اكو شغلات استمتع بيها اكثر ما انه اروح اتوجه الصفحات اللي تخليني افكر بطريقه سلبيه. مثلا اكو هم ظاهره الخيانه الزوجيه. نعم. الخيانه الزوجيه هي اصلا تصير بنطاق مواقع التواصل الاجتماعي اكثر شيء تصير. يعني الخيانه الزوجيه مثلا الزوج من يلتجئ مثلا يحكي ويا فتيات، علاقات غير مشروعة بالجهاز بالانترنت، فهذا الشيء يخليه انه تفكيره
ينصرف انه يهتم ببيته وبعائلته. نعم. ينشغل اكثر بالعلاقه الغير مشروعه اللي هو دا يعيشها حاليا. انا من هاي الناحيه دا اسوي جلسات لكافه افراد الاسره، ان كانت ويا الزوجه، ويا الزوج، ويا افراد العائله، الاطفال، انه اكون لهم مثل اصرف النظر عنهم، انه مثلا اركز اكثر على المواقع الموجوده الايجابيه اللي اقدر استفاد منها، ومثلا انه اهتمام اكثر بافراد الاسره، بالزوجه، بالاطفال. هذا الشيء من خلال الجلسات اللي نقدمها كباحثين اجتماعيين. نعم. نعم، شكرا لك. وست سوزان رحب بيش مجددا. ذكرنا نقطة اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، أنتم كعملكم في داخل المحكمة كيف تتعاملون ويا هاي النوع من القضايا؟ طبعا انت نلاحظ احنا المحاكم العراقيه سجلت اعداد كلش كبيره بحالات الطلاق اللي تكون اسبابها اسباب اجتماعيه اقتصاديه، ممكن العنف الاسري مثل ما قالت الاخت، او عفوا دخل الاسري يكون محدود، او يعني سوء الحاله الماديه، او يعني الخيانات الزوجيه، فهي حالة، او الزواج المبكر هماتين. هذا طبعا سبب كلش كبير اللي يخلي نسب الطلاق ترتفع. نعم. المواقع التواصل الاجتماعي حقيقة احنا اي شخصين يتوجهون للمحكمة في سبيل الطلاق، هم حيتوجهون اكثر شيء القاضي يحيلهم على الباحث الاجتماعي. نعم. اللي هو حقيقة حاليا دوره كلش ضعيف في المحاكم، لانه تجي الحالة هي اكثر شيء من الخارج تروح على المحامي. المحامي هو بدل ما أكثريتهم، طبعا أنا ما أقول أغلبهم، بس أكو هواي أشخاص بيهم يعني ينطيهم طرق، ينطيهم الكليشة اللي ممكن يقولها الباحث الاجتماعي وكيفية الرد عليه. يعني هم يعني أصبحت إجراءات روتينية. نعم. يدخل يم الباحث الاجتماعي هو مهيئ نفسه، مهيئ كلامه، وكذلك الباحث هم نفس الأسئلة، نفس الحلول يطرحها على الجميع. ماكو فد دورات أو شنو السبب؟ تلقين انه اكثر شيء الجهات المختصه ما تهتم بهذا الموضوع، ما تهتم بالباحث نفسيته، او تقدم له في الدورات او تاهيل او نعم. اي تطوير من نفسه، يحاول يعني يغيرون الروتين الموجود. يعني نعم. قله الدعم الحكومي، قله الدعم من الحكومه. الباحث الاجتماعي، الباحث الاجتماعي صار موضوع مثل ما قلت انه وظيفته هي وظيفه روتينيه، مجرد انه يدخلون عليها ونفس الكليشه يطرحها، نفس الكليشه يكتبها اصلا يحيلها للقاضي. القاضي عليه انه مجرد انه يكمل حسب الادله الموجوده قدامه، كيف يعني يفرق، يحكم بالتفريق بيناتهم. كذلك اكو نسب طلاق خارجي شاسعه هوايه. نعم، خارج المحكمه. خارج المحكمه حدث ولا حرج. اصلا حتى الزواج هم هسه دا يصير خارجي، لانهم صغار ودا يزوجوهم. وين يتزوجون؟ ما يقدرون يعني يتزوجون بالمحكمه، كونه السن القانوني محدد بالمحكمه. نعم. 18 سنه. 18 سنه ممكن يتزوج، اوكي، هو كامل الاهليه له، بس اللي اقل هاي ترجع السلطه تتخول للقاضي، هو اللي يحدد انه هل دول مؤهلين للزواج، هيكلهم، بنيتهم، موافقه تفكيرهم. احد الاهل لازم يكون اكيد متواجد موافقه داخل المحكمه، ولي امرها يعني. نعم. البنت او الولد كذلك. طبعا هذا الحد 14 سنه، اما من تحته فهي تحت 14 سنه ماكو عقود زواج لهم. فاكثر شيء الاهالي على مود يزوجون بناتهم او يزوجون اولادهم، شو يسوون؟ عقود زواج خارج محكمه. نعم. من يجي بعد فتره تلقين كبر فكر ممكن انه الاهل هو اللي جابوا له هاي البنيه، قال اني ما اريد هاي، بعد خلاص تفكيرها مو مثل تفكيري، مستواها الدراسي مو مثل مستواي الدراسي، هواي اشياء يعني يغير رأي عنها. مش مشاكل بسيطه لانه اعمارهم صغيره ما يتحملوها، تلقيهم يلجؤون للمحاكم ويعني للطلاق. نعم. عفوا. اكثر انواع هاي الشيوع وين تكون؟ بالقرى، بالمدينه؟ طبعا عندما الزواج المبكر يعني يكون تحت السن القانوني. اكيد بالقرى، لانه نعم. الوعي والدورات التثقيفيه والتوعيات بالقرى تكون دائما قليله، مو مثل مركز المدينه. بالمركز لسه اكو بسبب الدراسات انه اكو مجال للبنيه تدرس، اكو مجال للبنيه توصل للكليه. بالقرى هاي ما موجودات. يعني اكثر شيء لحد الان عندنا قرى عراقيه ممنوع انه البنت تدرس، او اذا درست حدها سادس ابتدائي. فما عندها وعي للزواج، ما عندها ثقافه كيف تتعامل مع حياتها.
نعم. أو مشاكلها العائلية يعني. فأكثر شيء تصير مشاكل تنقل اللي يصير وياها للأهالي هو كذلك، يتدخلون الأهل، تكبر المشكلة بصراحة ويصير الطلاق. نعم. للأسف. ست منار، اليوم عندنا نقص، نفتقر إلى حملات توعوية وتثقيفية بهذا الجانب حتى نحد من حالات زيادة الطلاق في المجتمع. صراحة أنا من ناحية أنه من ناحية إذا مثلا نقول من ناحية الحكومة، صح أكو نقص بالحملات التوعوية والتثقيفية، يعني ماكو جانب، ماكو حملة ولا أكو يعني مثلا أقول أحكي مثلا على الدورات تكثيف أكثر. يعني مثلا قد ما إحنا نقول زيادة اكو مثلا احنا اكو دورات تثقيفيه، اكو حملات توعويه، اكو بس احنا تكون موجوده قبل الزواج وايضا بعد الزواج. اي نعم. اني قصدا بشكل عام بدي احكي. نعم. الحملات التثقيفيه والتوعويه اللي تخص المواضيع اللي تخص الزواج، او شلون تكون يعني مثلا اختيار الزوج او اختيار شريك حياتي اللي مثلا راح يعني حياه ايه. فهاي المواضيع الحملات التوعويه لو قد ما يكون اكثر هالقد ما اني اقول بعد قليل، لانه اني اصلا بالمدارس هسه يعني احنا فجاه صار تطور كبير بالمجتمع. أكيد. المجتمع ما متقبل هاي الافكار الجديده. اي فيعني نعم. هو يحتاج شويه وقت اكثر، وايضا تكثيف اكثر من ناحيه الحكومه ب ازدياد يعني هاي الحملات التوعويه والتثقيفيه. نعم. واصلا مثل ما تطرقتي لها حضرتك انه اكو لازم صراحه ما عندنا تفعيل هيك مثلا دورات، انه دورات تاهيليه تكون للمتزوجين الجدد. نعم. للمتزوجين الجدد مجرد اوكي شاب وشابه ويتزوجون وخلاص، بدون ما انه مثلا الزواج شنو هو الزواج. شنو نعم. هو الزواج، الزواج شنو هو. نعم. قد يكون اوكي مثل ما تطرقنا قبل شويه قلنا مثلا مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. بالمواقع التواصل الاجتماعي اني دا اشوف اكثر الازواج من يتجهون او الشباب مواقع التواصل الاجتماعي اكو مثلا بها الخيانات، العلاقات الغير مشروعه، مو مثلا قبل الزواج اكو العلاقات الغير مشروعه. هاي الشغلات تزيد الغرائز اللي موجوده لدى الشاب. فالحل الوحيد اللي دا يفكر بها الزواج، مع انه الزواج اصلا ما يعرف مسؤوليات الزواج يعني الزواج يعني لازم هوايه مسؤوليات موجوده. انه مثلا من الواحد يقرر انه يتزوج، اتحمل مسؤوليه البيت، اتحمل مسؤوليه زوجه، اتحمل متطلبات، لازم الوضع الاقتصادي شلونه. نعم. اوكي اني قبل فتره شفت تقرير انه اني معايير اختيار الزوج مو بسلاسه هيك تصير. اول شيء انا عندي اولويات افكر بيها، ومن افكر اتزوج هاي الاولويات اريدها موجوده بشريك حياتي للمستقبل. زين اني من اشوف اولويات اللي موجوده بشريك حياتي المستقبل تختلف بشكل تام عن عن الاولويات اللي اصلا موجوده يمي. يعني مثلا هسه اشوف شباب اوكي مثلا اريد اتزوج فتاه متدينه، تمام. نعم. يتجه الفتاه شويه تفكيرها مو هالقد من ناحيه التدين مثلا. بعدين ورا الزواج يكتشف انه انت اصلا انت مو متدينه، فتصير نعم. مشاكل كبيره بعد الزواج. او مثلا اني والمفروض هذه النقاط كلها يتفقون عليها قبل الزواج. او مثلا اني من ناحيه التعليم كلش اهتم بفتاه انه تكون مثلا تحب الاتيكيت، فتاه تكون من ناحيه المستوى الثقافي تفتهم علي. لا يعني إذا هنا دور كبير للمستوى الثقافي، يعني إذا أكيد. كانوا غير متوافقين. أكيد هو التوافق، هو الزواج من مثلا كونت أسرة وبيت. نعم. من تزوجت وكونت أسرة، أنا هاي شريكة حياتي راح أعيش وياها شلون أقول حتى يعني حياتي اللي المستقبلي كله راح تكون وياها شريكة حياتي. نعم. زين وإذا أني تفكيري يختلف عن تفكيرها، توافق فكري ماكو أصلا، تفاهم ماكو، زين أني بهاي الحالة شلون أخلص حياتي وياها؟ شلون إنه أكون أسرة، وشلون يصير عندي جهال بعدين، شلون يصير عندي أطفال بعدين. التفكير بين المرأة والرجال كلش مهم، طريقة التفكير.
طريقة المبادئ، كل واحد بهم الأساسيات اللي مثلا أقدر أبني بها حياة زوجية سعيدة. هاي أساس للعلاقة فأني يعني مثلا هاي الدورات التأهيلية اللي مثلا تكون للشباب كل شيء مهم إنه لازم تكون موجودة، مو مجرد مثلا رحت على المحكمة خلاص عقدت الزواج بيناتهم بدون ما أي فكرة عندي عن الزواج، شنو مجرد أوكي هاي الفتاة عجبتني وما أعرف، ما عندي أي خلفية عن شنو شخصيتها شنو تفكيرها، وخلص رحنا تزوجنا بدون ما انه اكو. انا اريد صراحه بعد الزواج يعني صراحه يشوفها انسانه عاديه هو فيبدي هنا المشاكل. اي صح. نعم. انا اصلا اشوف اغلب الشباب هسه يفكرون يقولون الفتاه لازم تكون كلش حلوه. صحيح. يعني اقول شنو مثلا المواصفات فتاه كلش نعم. حلوه مثلا شعرها هيجي عيونها هيجي وما اعرف شنو، لا وبعدين شخصيتها شلون. أنا الجمال ما أتعامل ويا الجمال أنا بالمستقبل، أتعامل ويا شخصية ويا تفكير ويا طريقة تفكير. هذا الشيء أنا كلش أفتقر إنه بالمجتمعات هسه بدول أكو إنه نقتدي بغير دول، أكو بغير دول دورة تأهيلية يجوز شهر أو شهرين. طيب هاي الدورات المفروض من الحكومة والمفروض أيضا من الجمعيات المعنية بالشؤون الاجتماعية ينظمون هذه الدورات. الدورات الحكومية قد يعني يذهبون إلى المدارس، هل هناك هذا الشيء؟ بالنسبة لنا عندنا بشكل يومي أنه نروح على المدارس وننطي توعيات للفتيات مثلا. نعم. اللي بأعمار مثلا دائما نقول الزواج المبكر وهاي. نعم. احنا بهاي الأعمار كلش حساسين، يعني نحكي وياهم بهاي المواضيع، بس من ناحية الحكومة ليش أقول أنه مثلا أنا من أروح لازم متوقف عليه، أسرة نعم. كاملة متوقف عليه، مجتمع مصغر، أنا بيتي مجتمع مصغر، هذا المجتمع المصغر أبنيه وين؟ الأساس وين؟ أختار شريكة حياة مثل تفكيري، مثل أولوياتي بالحياة، مثل شوية أكو تقارب بالمبادئ بالأساسيات اللي أنا حاليا شوي شوي شخصية الإنسان شلون تبدي أنا أخلي أساسيات بحياتي أمشي عليها. زين أنا اللي قدامي متى تفهم هذا الشيء؟ على شنو على أساس أنا اختارتها؟ حتى وإن كان أكو اختلاف لكن لازم يكون شخص يتنازل عن شوية من مبادئه طبعا حتى يكون هناك تفاهم. صح. أنا بداية من ضمن الأسباب قلت لازم نعم. أكو مدى يتقبل المشاكل البسيطة اللي دا تصير بين الأزواج، ماكو تقبل. من أقل مشكلة يلجؤون إلى الطلاق، أقل مشكلة يلجأ للطلاق. إحنا كلنا هسه مرات نشوف بالمحاكم سوزان مرات دا تتطرق لهاي المواضيع. أكو مثلا مشاكل دا تصير يعني خارج نطاق العقل. مثلا مشكلة قبل فترة صارت انه الزوج طلق مرته على مود هي دا تتابع مسلسلات وهي دا تشوف البطل وسيم، وهاي الزوج راح يعني طلقها. يعني هو هذا السبب مقنع يعني قصدي هيك من صدق. يعني أنا هاي الدورات اللي هو من البداية من ياخذها ما مقتنع يتزوجها. أكثر شيء يعني ممكن يطلع من تجربة فاشلة بحياته فيجي الأهل يختاروا له شريكة حياة هو همتين على مود يعبر هاي التجربة الفاشلة اللي ممكن مر بيها، دخل بزواج الأهل اختاروها. هاي أكثر شيء يعني وايد تصير ترى. يتزوج وحدة ماكو فترة خطوبة، ما لحقوا يتعرفون على بعض، مجرد الأم لقت له زوجة هو وافق عليها. وهي أكثر البنات ترى تتوقع إنه يعني لحد هذه اللحظة أكو هذا النوع من الزواج الأهل هم اللي يختارون. لا هواية أكو أصلا لحد الآن هو الأكثر ترى حاليا، رغم إنه إحنا بالاثنين بال23 هسه. نعم. بس هي هاي طريقة الزواج الأكثر إنه الأم هي اللي تختاره والأب يعني من أقارب بنت عمك بنت خالتك وهكذا، مع أنه هي ممكن تكون بنت أختها ورا فترة بدأت المشاكل وياها هي بالذات. صحيح. والولد هو اللي مختار اللي هي، لا أفكارهم واحدة، لا أفكارهم وعيهم واحد، لا دراساتهم. ممكن هي تكون بصراحة هواية تصير إما هي متخرجة وهو ما مكمل أو العكس هو خريج وهي ما تدرس. يفرض عليه عادات وتقاليد على الزوجة أهله. فرضا هم كعائلة هاي هواية تصير. هم متشددين، هاي حقيقة. نعم. بالحجاب باللبس. من يروح يخطب ما يروح يخطب وحدة تكون من نفس أفكارهم نفس عاداتهم قيمهم. لا يروح يختارها وحدة ممكن تكون فري سافرة
يعني عاداتها تقاليدها تختلف عنهم. ممكن نعم. حريتها، منطيها حرية أكثر، بعدها يلا يجيبها، يجبرها. نعم. يحاول يفرض عليها العادات والتقاليد اللي موجودة عندهم. نعم. وإذا مو هو حاول يعني يتقبل الزوجة، الأهل يرفضون طبيعة هذه البنت. نعم. تكثر المشاكل، تؤدي بهم الحياة بالمحاكم على مود يتفرقون ويطلقون. نعم. ست منار، اليوم عندنا جمعيات ومنظمات معنية بحقوق المرأة كثيرة بالمجتمع، لكن نشوف عملهم يعني بالرغم من هذه الجمعيات الأعداد الكبيرة إلها ما قدروا يقللون من نسبة الطلاق. شنو السبب؟ نعم. جمعيات ومنظمات، كعمل المنظمات احنا يعني اكو عوائل هم قلة لجوءهم الى المنظمات والجمعيات. من يكون قلة لجوء فماكو شيء بإيد الجمعية والمنظمة أنه تسويه بعد. أنا بالنسبة لي أنا أقدر أوصل لكل المدارس، أقدر أوصل للبيوت، بس إذا أكو حظر على العائلة، ماكو أي اختلاط ويا الجمعيات، ما يصير تختلط ويا أي منظمة، تفكيرهم مثلا واقف بمرحلة معينة أنه ما يصير ماخذين فكرة عن المنظمات والجمعيات أنه هم مثلا شوية يغيرون من تفكير المرأة، مع أنه هو أصلا إذا نحكي الحقيقة الموضوع مو هو جمعيات يعني بشكل هم برأيهم أنه هم دا يحرضون النساء، هم برأيهم أنه دا يحرضون، مع أنه لا، إحنا حتى هي الجمعيات اللي تختص بحقوق المرأة، إحنا ما نقول المرأة وخلاص، لا، إحنا نحكي على الأسرة. نعم. على الأسرة شو متكونة. إحنا ما نقول إنه المرأة لا هو كل شيء صوت الرجل لا، إحنا أبدا ما نجي هاي الناحية، ما نناقش هذا الموضوع. نعم. إحنا نقول أسرة متوازنة وسليمة، تفكير كل واحد بيهم يفكر بالثاني، واحد بيهم يفكر بالثاني، الاهتمام يشمل الاثنين، يعني الاهتمام يشمل الاثنين. ومن أقول قلة لجوءهم للمنظمات والجمعيات فهم فهذا الشيء من عاداتهم وتقاليدهم، عاداتهم وتقاليد. وإلا إذا تجين للمجتمع، إذا تجين على مر السنوات اللي صار أكو تغيير. إحنا زين تمام، أحدث تغيير حتى لو طفيف. هاي التغيير نقدر أنا هسه أسوي أي استبيان بسيط نلقى هذا التغيير يعني كلش بشكل واضح موجود. هل هسه هذا اللي موجود هسه زواج القاصرات، أنا أعرف هذا زواج القاصرات موجود هسه، بس مثل قبل لا، هسه قلت، لأنه يعني قلت حتى لو زواج مثل ما حضرتك أكيد قلت. يعني ليش؟ لأنه أني مثل ما قلتي أني الجمعيات والمنظمات أني أحدثت تغيير، أني دا أحدث تغيير. هسه الفتيات اللي دا يتعلمون نسبتهم شوية سنة ورا سنة دا تزيد أكثر. إذا مثلا أنا أقول أنا قبل شوية قلت الحكومة ما لها علاقة، ما تسوي هاي. شو سبب هاي الازدياد الكبير بعدد الطلاق؟ حالات الطلاق هاي مثل ما قلت أكو بيها أسباب اللي هسه إحنا كلنا الانفتاح مثلا هسه من قلت الانفتاح مثلا قلت مواقع التواصل الاجتماعي، حضرتك من قلتي مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطي المخدرات اللي عادي صايرة عادي من المحافظات اللي قريبة من يعني الجمارك وهاي الشغلات ماكو عليها أي رقابة ولا أكو عليها، عادي كل المواد تدخل للعراق. ماكو، صار انفتاح. هذا الانفتاح من ضمنها أكو بيها شغلات سلبية دا تصير، التعاطي المخدرات، الوضع الاقتصادي اللي من شنو إجا آخر آونة صارت تفشي ظاهرة الفيروس كورونا اللي كلها أصلا اللي مثلا يملكون أعمال تعتمد على أنه كل يوم دوام دوري أنا عندي. ما أقدر أني أداوم كل يوم، أو مثلا أعمال مثلا محلات عندهم مثلا، أو عندهم بنائين أو شيء ما يقدرون يطلعون كل يوم، أكو حظر تجول. هاي صارت مشاكل بالبيت، مثلا صار بالبيت ردات فعلهم اثنيناتهم، واحد دا يصطدم بالثاني بالبيت، الأزواج بيناتهم، يعني بسبب فيروس كورونا أكثر سوية بالبيت. اي طبعا فيروس كورونا. المستوى التعليمي اكو مثلا اكو الضغوط النفسية ايضا، الشاب مثلا عنده مستوى تعليمي يعني واصل مرحلة معينة،
اللي مثلا زوجته مو واصله لمرحله فكريه مثله، هاي تصير مشاكل يجوز تؤدي الى ازدياد حالات الطلاق. اكو مثلا ما قلنا، يعني شلون اقول، مثلا واحد من يتزوج لازم اكو شويه تنازل من الطرفين. يعني مثلا اني امير قاعد مثلا مدى اتحمل اي يعني شيء. ماكو شخص هو كامل. لا ماكو شخص كامل. أنا مثلا عندي عيوب، الزوج هو عنده عيوب، لازم أوكي، يتقبل واحد الزوجة هم الثاني. عندها عيوب. إحنا كلنا ما جينا لهاي الحياة وكلنا كاملين. إحنا جينا كل واحد بينا من بيئة إجوا وارتبط بالثاني. عندي عادات وتقاليد تختلف، هو عنده عادات وتقاليد تختلف. يعني طيب هنا هذا السؤال يعني كلش مهم. هل يعني أعداد الطلاق تكون بداية الزواج أكثر من ما عندما يستمر الزواج لفترة طويلة؟ دائما تكون مشاكل بداية الزواج. هو صح، بداية لأنه الزواج أشخاص لحد هسه يعني ما حد يعرف الثاني أكثر. صح. هو أصلا بداية الزواج أنا هواية تجارب أشوفهم، الأزواج اللي بداية الزواج يعني كلش تصير بيناتهم مشاكل، كل واحد بيهم الزوجين، لأنه مثل ما ذكرت احنا أكثر الأحيان ما عندنا فترة خطوبة، فمن يتزوجون تكون بداية زواجهم هي فترة تعارف بيناتهم. فآرائهم تتضارب، أفكارهم تتضارب، تبدي المشاكل تكثر، ماكو تنازلات، ممكن أشياء بسيطة تكبر، تدخل الأهالي من الطرفين. إذا أي مشكلة بين زوجين صدقي هي تنحل، يعني أكثر شيء حتى توصل للمحاكم هي تنحل، بس إذا تدخلوا الأهالي هاي عندهم أنا أقول يعني حقيقة بعد ما تنحل. لأنه الزوجين أغلب الأحيان هم يرضون بعض، بس بسبب الأهالي تلقيهم تدخل الأهالي ماكو، يعني ما يقدرون يرجعون. كم مرة حالات صادفتنا إنه الزوجين يرضون بعض، كونه أم البنية ما تقبل ترجع لزوجها. صدقي صادفت حالة بمحكمة كركوك إنه الزوجة يعني هالقد ما تريد زوجها من المحكمة راحت وحجت ويا الشرطة، يعني قالت أنا أريد زوجي يريدني بس أمي ما تخليني. أخذت طفلها وراحت تزوجها. يعني هالقد ما الأم فارضة رأيها على البنت إنه ممنوع بعد ترجعين، خلاص بعد ما تتحملين هاي المشاكل. أنت مو بمكان الأم، البنتش أوكي أنت ترضين الشيء الزين إلها. يعني إحنا كنا كبشر أفكارنا ترى تختلف. أحيانا مو بس الأهل يعني يتدخلون بحياة الأشخاص، أحيانا صديقة أو صديق. الأصدقاء ممكن الجوارين يعني يدخلون هي مو بس البنية، سواء الزوج والزوجة اثنيناتهم. هذا جت صديقة سولف له، هي جتي كذلك، شلون تتحملين، شلون تتحمل زوجتك ما تطبخ لك، شلون تتحمل تروح للشغل بدون أكل وكذلك. فهو بالبداية كان عنده عادي، يعني متقبل الأمر اللي هو بيه، يعني اللي يشوفه ممكن يشوف زوجته لا تتعب بأشياء ثانية. يعني حقيقة بس من يجي يسولف ويحاول وياه هيك بهذه الطريقة حقيقة يبدي يفكر يعني بس زوجتي اللي تقصر وياي، الزوجات البقية ما تقصر. يعني أكو خلل بزوجتي، أنا ما بيها خلل، وإنما الخلل بزوجتي. ما يفكر إنه هي الحياة، ترى الحياة الزوجية مشاركة. أصلا وجودهم هم مع بعض اثنيناتهم بداخل البيت يكونون أسرة ويعني ينجبون أطفال، فهي هذه معجزة. لأنه إحنا كل واحد بينا إلى آراءه، كل واحد بينا إلى أفكاره، فلا بد من أنه تكون أكفى التنازلات بين الطرفين، يعني سواء الزوج والزوجة، يعني حتى يوصلون للفد حلول ممكن. وأكثر شيء هو يقول أنا ما أتنازل لها، أو هي تقول أنا ما أتنازل. لا، حياتكم هذه لازم توصلوا لها مثل ما أنتم اختاريتوا بعض، أنتم كملوا فكروا بأبنائكم اللي ما اختاروكم. يعني حقيقة هم الضحية، اليوم هم الضحية. بغض النظر عن الأوضاع الأمنية اللي احنا هسه نشوفها، ترى لها تأثير كلش كبير بنسب حالات الطلاق، خاصة اللي انتموا العصابات داعش، اللي صار اللي يعني حدانا هواية نساء ما تعرف مصير أزواجها شنو، عايش ميت مسجون، ما تعرف أي شيء عنه، ومن تجين تحكين وياها ما تقدر تطلق. هواية طبعا اجتني حالات زوجك وين ما عرفه، عايش ميت ما تعرف، اوكي كمل الطلاق، اهلها ما يقبلون، زين بعد مصير اطفالها خطيه، مصيرها هي. اكو حالات حقيقه تحتاج الطلاق. مثل هذه يعني هسه هي لا هي متزوجه لا هي مطلقه. لا اكو سبب مقنع للطلاق، لكن هناك اسباب يعني غير مقنعه. من ضمنها انه هاي الزوجه اني ما ردتها هواية عندنا هو صغير بالعمر نحكي عن زواج القاصرات،
كذلك الشباب هم من يكونون توهم دخلوا مرحلة المراهقة، فكر انه هاي انا اريدها، شاف شكلها واو ها هي انا اريدها، حارب اهله ممكن بالبداية يقولوا له انت صغير، هو ما يقتنع هاي بالبداية، او ممكن يكون مدلل ويشجعوه على انه يتزوجها بعد فترة، انا ما اريدها مع انه عندهم اطفال. ليش؟ انا هذه من حبيتها بذاك الوقت، ما كنت واعي، ما كنت افهم معنى الحياة، ما كنت افهم معنى الزواج. هسه بالعكس افتهمت، تقبلها مثل ما هي تقبلتك. وانت كذلك، حتى الزوجة البنية هماتين، وهي الخيانة الزوجية تجي اكثر شيء نتيجة الزواج المبكر، خلينا نحكي حقيقة. نعم أستاذ سوزان، ايش قد ممكن يأثر الزواج المبكر على زيادة أعداد الطلاق في المجتمع؟ حقيقة كثير يعني زواج القاصرات عندنا، مثل ما أنا قبل شوية قلت إنه إحنا قانوننا محدد عمر الزوج والزوجة يعني. نعم. وحط استثناءات ممكن تكون ضرورة قصوى، أو الزوج والزوجة يعني يكونون بتفكير بأن طبعا ينعرضون على لجنة، موافقة الأهل، موافقة القاضي. نعم. ذاك الوقت يلا يصير، بس قلنا اللي تحت 14 ما مكمل 14 ما يسوون لهم عقود. فتلقين الأكثر شيء القرى خارج المحكمة، القرى تلجأ عقد الزواج يم الشيخ، يم رجل الدين، يعني ما يلجؤون للمحاكم. بعد فترة تلقيها جتنا لا عقد زواج لا أي شيء، هي وفد مجموعة أطفال، وعذرا يعني بسبب الأوضاع هسه ماتين اللي تصير أنه ومنتمي همينة، وتجي تريد تطلق. زين أوكي، أنت لا عقد زواج، لا أطفال عندهم مستمسكات، لا زوجك موجود. طيب الشخص اللي يعقد لهم ما يتحاسب اليوم؟ حقيقة هذا أكبر خطأ من حكومتنا. نعم. ويا ريت لو الحكومة مالتنا تفرض قانون تجرم رجال الدين هم كذلك على أنه فعلهم على أنه يعقدون. لابد أنه أول شيء عقد المحكمة، بعدين عود عقد يم الشيخ أو رجل الدين والحفلات والمراسم. لازم تكون داخل المحكمة. الأصح لازم بالمحكمة. نعم. لأنه هواية صارت هماتين قال لها أنا نتزوج وبعدين أعقد لك بالمحكمة، إحنا عاقدين الشيخ وراها ما عقد لها حتى يم الشيخ. طيب هنا حقوق المرأة ما تضيع؟ لازم شو تصير ما تضيع، بس لازم نحن نجي نثبت زواج، نثبت نسب، انه بنحاول نطالب يعني. حقوق نعم. الزوجة، ويعني اجراءات مطولة، بدلا ما تقدر الحكومة تقتصر انه يعني على رجال الدين تمنعهم من انه يعني يعقدون الزواج خارج المحكمة. اولا مباشرة على المحاكم العراقية اعقد زواجي وراها اروح على الشيخ او رجل الدين، ما يأثر هذا الشيء. بس من تروح تعقد لبنتك يم رجل الدين وبعدين وراها تعود المحكمة، وممكن أصلا يأخذها وما يسجلها، حتى ما يسوي لها عقد الزواج اللي بالمحكمة. نعم. ولا ممكن ما يفرض لها المقدم والمؤخر اللي هم اتفقوا عليه همتين، وتصير عليها إشكالات هواية حقيقة. نعم. تكثر المشاكل بها. يعني يتم الطلاق أيضا خارج المحكمة؟ أكيد. وأكثر شيء يعتقدون أنه المرأة إذا طلقت خارج المحكمة أنا أطلقها خارجي حتى ما تأخذ حقوقها. لا، ماكو يجي شيء. كلنا إحنا كبشر سواء الرجل والمرأة لهم حقوق، لهم واجبات. زوجي له حقوق عليه، لي حقوق عليه، نفس الشيء، واجباته عليه واجباتي عليه كذلك. بس لازم نوصل للقناعة أنه لازم يكون أكو تفاهم بين الزوجين، أنه مو دائما الحل هو الطلاق، لأنه لازم نفكر بأطفالنا. شنو مصير الأطفال اللي بيناتنا؟ شنو مصيرهم باش عقب من يكملون؟ هي الزوجة من تطلق هو ممكن يروح يتزوج وحدة ثانية، هي ممكن حتى تعوف دراستها على مود تتزوج، تقعد بالبيت. ترى المرأة من تطلق ترجع لأهلها حقيقة كأنما تكون غير عن قبل. هسه هي دا تجي مو بس هي هم وحدها، هي وأطفالها، إنه ما ينطيهم مصروفهم هالمرة. تعال اركض ورا الزوج حتى ينطي مصروف أطفاله ومصرف زوجته، وتبدأ إجراءات ودعاوي كثيرة بدل ما يحلوها من البداية. أول إجراء أنا أعقد بالمحكمة. نعم. وقبل هذه مثل ما طريقة الست منار، لو يسوون معاهد تأهيلية للزوجين، اثنيناتهم يفهمون شنو الحياة الزوجية، مدى وعيهم للحياة، مدى فهمهم البعض، أفكارهم، وعيهم المتقارب. لا،
ذاك الوقت عمرهم المناسب مؤامرات هم تندى تصير، يعني هي صغيرة. من المفروض أنه قبل لا يعقدوا المحكمة هي مثلا تسوي لهم دورات خاصة قبل هو الزواج؟ المفروض، بس ماكو هيك شيء، هذا ما موجود احنا زين، عندنا ما عندكم هيك مطالب انتوا قاعد تطلبوها حاليا حتى اكيد يعملون نطالب هذه احنا بهذا الخطوة؟ الشيء، اكيد لازم، انه هذه الخطوة ضرورية حقيقة. نعم. مثل ما قلت اني، سواء المعهد يعني التدريبي، نعم. رجال عقد الزواج بالمحكمة، بعدين ثانية ثم قلنا رجل الدين، هذني أشياء ضرورية. الدورات اللي بالجامعة بالمدارس نثقف البنات على الحياة الزوجية، على حتى الشاب كذلك. نعم. نأهلهم، لازم يتأهلون، يلا يبادرون بهذه الخطوة، لأنه الزواج هي رابطة مقدسة حقيقة، بس صحيح. حاليا ما بقى احترام لهذه الرابطة. نعم. ماكو فد احترام بين الطرفين لهذه العلاقة الزوجية المقدسة حقيقة. نعم. ست منار، اليوم هل فارق السن أيضا له سبب آخر، يكون سبب آخر بزيادة حالات الطلاق بالمجتمع؟ طبعا أكيد، كل ما طبعا زادت فرق السن بين الزوج والزوجة كل ما قلت فرصة أنه تكون حياة طويلة وسعيدة بيناتهم، لأنه فرق السن كل واحد بيهم، الزوج أو الزوجة عندهم أولوياتهم الخاصة، طريقة تفكيرهم تختلف، خبراتهم بالحياة تختلف. يعني مثلا من أجي أنه أكو أزواج 20 سنة أكبر، الزوج 20 سنة أكبر من زوجته، هنا الزوج عنده غير أولويات دا يفكر بها، طريقة تفكير، خبرته بالحياة صايرة أنه أكو شغلات بسيطة هو ما ينطيها أولوية. ما ينطيها أولوية. الزوجة مثلا تحب تطلع، تحب المكياج مثلا، تحب تهتم بنفسها، تحب الاهتمام من المقابل، بس من بدأ تشوف هذا الشيء يعني دا تقول انه طريقه تفكيره ما دا يشبه طريقه تفكيري. حتى الزوج هو المشاكل بيناتهم دا تزداد، الصراعات بيناتهم دا تزداد، حتى من ناحيه تربيه الاطفال ايضا. هو طريقه تفكيره غير شكل عن طريقه تفكير الزوجه، فتصير بيناتهم نزاع انه مثلا أنا عندي شيء، طريقة تفكيري شيء، أفكر بغير شغلات ضرورية أكثر من الزوجة لا، طريقة تفكيرها شيء، وبنفس الوقت قد يكون اثنيناتهم صح، طريقة تفكيرهم صح، كل واحد يعيش بهم يعني سنه الحقيقي. نعم. اي فترة عمره. من اني اتزوج شخص اكبر مني، يكبرني ب20 سنة، هنا اني فتت بدوامة ما اعرف اطلع منها، شلون افكر صح. ويا هذا الشخص. حتى ابسط المشاكل دا تصير بالبيت، من ناحيه الاكل مثلا، شلون هو بطريقه متعلم مثلا، خبرته بالحياه، هو بطريقه يحب ياكلها، هي بطريقه تحب تسويها، تصير مشاكل يعني تكون كلش بسيطه، بس بيناتهم دا تكبر. فاني دا اشوف دائما الفرق السن من الشغلات الضروريه اللي لازم تكون دراستها يعني مدروسه قبل ما الشخص انه يقبل على الزواج، اللي تكون احنا ما نقدر نقول تتزوجين شخص اكبر منك او انت تتزوج شخص اصغر منك بهوايه، لكن لازم يعرف بعدين شلون يتعامل ويا هذا الشخص. آثار مترتبه اكو موجوده على هذا الموضوع. يعني مثلا هسه بمجتمع العراقي دا اشوف فرق. هم اوكي، اكو الشاب دا يفكر انه اني ما اريد اتزوج وحده اكبر مني، مع انه اوكي من هاي الناحيه احنا اني من طرقتي حضرتك من قلتي فارق السن. نعم. فارق السن بحدود من قلت كلش هوايه اكو، يعني مثلا 20 سنه 20 سنة هنا موضوع كلش يعني حيصير اكو مشاكل هواية بالبيت، بس اكو مثلا فارق سن مثلا 5 سنوات، مثلا 5 سنوات، سنتين، 3 سنوات، حتى لو المرأة اكبر منه بهالقد منه اكبر، هذا ماكو بيه مشاكل. بس قصدي دا اقول اذا كلش فرق كبير، فارق السن اللي يكون اكثر من عقد، اللي مثلا يكون اكثر، مثلا هو عمره مثلا 40 سنة وهي عمرها 20 سنة، هي بهذا العمر تحب يعني تفرح بشبابها، بأنوثتها، تحب تلبس نوع لبس يختلف، هو بهاي المرحلة يعني خبرته بالحياة تختلف، يقول أنا ما أحب تلبسين هذا اللبس. صحيح. فيجي على يعني على الشغلات اللي هي تحبها المرأة،
فهنا تصير مشاكل، من ابسط شيء تصير مشاكل بالبيت. نعم. هنا تكون دائما نشوف حالات طلاق مثل ما ست سوزان تطرقت لها، انه من اكثر المشاكل اللي تصير انه اني طريقه تفكيري غير شيء عن طريقه تفكيرها هي، وده تصير حالات طلاق. يعني اني روتيني اليومي غير شكل، هي روتينها اليومي غير شكل، اني لبسي غير شكل، هو يريد غير شكل. فهاي الشغلات كلش يعني تاثر بشكل سلبي على الحياه السعيده. نعم. اي ست سوزان، اليوم الوضع الاقتصادي، خاصة احنا نمر بظروف كلش صعبة. طبعا. الوضع الاقتصادي للزوج هل هو يكون طبعاً. سبب أيضا أكثر. في زيادة أعداد الطلاق؟ طبعا هي هسه تعرفون نسبة البطالة، ماكو شغل. نعم. احنا تلقينا متخرجين مالتنا قاعدين، صحيح. فما بال اللي ما دارس نهائيا، تلقيه ماخذ ماستر مرات يشتغل عماله، يعني هاي صحيح. حقيقة. كيف ما يأثر؟ كيف ممكن انه هو هي على مود تعرف انه هو الحياة المعيشية هيك صايرة صعبة، ما يفكرون انه حقيقة انه ما بعد الاطفال وهكذا. انا قلتها، بس يفكرون انه ممكن يبنون حياتهم، ترضى بالقليل، ترضى بحياتها، ممكن تسكن ويا اهل زوجها، نعم. ترضى انه ما يتسوى لها اي احتياجاتها وتلبية احتياجاتها ماكو. طيب يعني من هي الشخص هو يتقدم، هي تعرف به ما عنده مثلا وظيفة، ما يقدر يوفر لها الشيء اللي تحبه، ليش قبلت قبل؟ مو هذا. اكثر الحين خلينا نستطرق على موضوع هنا حيصير. نعم. ممكن تلاقي عنف داخل بيتها، يعني ممكن تطمح انه بسبب الضغوط اللي بالبيت ممنوع تدرسين، ممنوع تطلعين، ممنوع تروحين ابسط شيء للسوق او للدكتور بالقوه تلقيها من بعض الاحيان تطلع. فمن تفكر تريد تتزوج، تريد تغير من حياتها. نعم. ما تفكر انه ممكن انه اذا انا تزوجت بانسان امكانيته محدوده لازم اقبل به، اقبل انه ما عنده، لا وراها اقوم افكر اباوع على غيري. مثل ما قلت قبل شويه، انا اريد اعيش بمستوى مثل ما غيري يعيش، ما افكر انه انا اذا اختاريت الشخص رضيت به بحالته المعيشيه، بحالته الماديه هماتين نفس الشيء. هو احنا هسه حاليا نعاني من انه تتزوج حقيقه مقدمها يكون كلش قليل، مؤخرها كلش قليل، بحيث هواية تصير يستهزئ بموضوع المقدم والمؤخر وهم يطلقها. زين هم دا يتزوجون، احنا دا نحكي عن الوضع الاقتصادي، اثنيناتهم هو يكون وضعي اقتصادي تعبان، أنا كيف أبني أسرة وأنا عندي أطفال، كيف أعيشهم، كيف ألبي طلبات زوجتي. نعم. وهي الزوجة مو بس تاكل وتشرب، تحتاج دكتور، تحتاج، هي هم إنسانة تحتاج تطلع، صح؟ صحيح. لو خطأ. فأكيد فشيء يضطر أنه ما يقدر يسوي لها بيت، مع أنه هذا حقق كشرع قانون أنه هو يكون بيتها وحد. نعم. فما يقدر يسكنها مع أهله، مثل ما قلت، حتى وإن كانت هي بنت أختها. نعم. يعني تبدي المشاكل وتبدي الاحتكاكات، يجيبها هي نعم. كزوجة يسكنها مع أب وأم وكذا أخ وكذا أخت، والبيت ممكن يكون 200 أو 100 150 متر. يعني هاي نعم. الحياة تكون بها ترى مستحيلة، يعني ما يتوافقون. نعم. قد يعتمد الزوج هنا على من مصروفه ياخذه على من أمه أهله. وأبوه، فهي نعم. تنتظر إيد عمتها، تنتظر إيد عمها، تنتظر إيد شخص ثاني غير زوجها اللي هو المجبور إنه يصرف عليها، مو شخص ثاني. وهو هماتين يقعد ماكو أبسط شيء، ماكو شغل، وهاي حقيقة. نعم. فيقعد يتعلم على القعدة همينة هو همينة، فتبدي المشاكل. هي تكتر مطالبها وهو ما يقدر يلبي لها طلباتها، وهنا الأهل يملون انه طلبات شخص انه صاروا اثنين هالمره بعد اولاد وتكثر. الحياه صعبه يعني. فاكيد الوضع الاقتصادي له دور كبير كلش يعني. نعم. على الحياه الزوجين. نعم. لكن اليوم ايضا السكن يكون المشترك، ست منار، السكن المشترك مع الاهل، هل هو ممكن يكون سبب في زياده المشاكل داخل الاسره وبالتالي يلجؤون الى الطلاق؟ صح. هو سبب كلش، يعني هذا السبب أصلا رئيسي. من أحد الأسباب الرئيسية اللي تكثر بها بأغلب الأسر. هذا السبب الرئيسي. أنا كباحثة اجتماعية باليوم مثلا من يجوني النساء يحجون بمشاكلهم الرئيسية اللي موجودة، اللي يتجهون بها للطلاق، أنه أنا عايشة ببيت أهل زوجي، أهل زوجي دا يضغطون علي، أهل زوجي عندهم متطلبات أنا ما أقدر أسويها، مثلا أهل زوجي يتدخلون
عدد الأطفال اللي أنا أجيبهم، عدد أهل زوجي يتدخلون بالمصروف اللي ينطيني إياه زوجي مثلا. صحيح. هاي الشغلات من الأسباب الرئيسية اللي تخلي الزوج والزوجة يفكرون إنه إنهاء حياتهم الزوجية. فأني دائما ما أعرف، أني مو من حقي إنه دا أقول هاي يعني، بس كنصيحة دا أقول. نعم. من دا يفكر الشاب بالزواج، أول شيء إنه لازم، أو بيت مثلا مو منفصل. أول شيء، بس من النقاط المهمة اللي لازم أفكر بيها، لازم إنه بيت منفصل خاصة بي أنا وزوجتي. مشاكلنا إحنا نحلها بيناتنا صحيح. بدون ما يتدخل بيها أهل الزوج أو أهل الزوجة هم. صحيح. أنا ما اقتصرت هذا الحكي على أهل الزوج، أهل الزوجة هم، لأنه هم تفكير أهل الزوج، أو هم تفكيرهم يعني يختلف عن تفكيرنا. عاداتهم وتقاليدهم يعني أوكي، عادات وتقاليدنا مرات إحنا هم يعني شلون أقول، مو عادات وتقاليد بشكل رئيسي. لا، اكو مثلا اني اهل الزوج، ام الشاب ويا ابو الشاب حياتهم الزوجيه كانت مختلفه. صح. كل حياه زوجيه حاله فرديه، اني لازم اعتبرها حاله فرديه. بس ام الزوج دا تتدخل بيناتهم، اكو مشكله بين الزوج والزوجه هي تتدخل، فالموضوع هنا ما دا يصغر، دا يكبر. المشكله هنا ما دا تصغر، دا تكبر. فاني هاي نصيحه انه اقول من يقدم الشاب على الزواج انه تكون هناك حياه منفصله، من ناحيه البيت، من ناحيه انه مثلا مشاكلنا الحفاظ منفصله، على اسرار اللي تكون حفاظ داخل على البيت. اسرارنا. نعم. المشاكل اللي نعيشها خاصه بينا اني وزوجتي مثلا، حتى بالنسبه للزوجه المشاكل اللي بيناتنا خاصه بينا اني وزوجي، بس يتدخل بيها شخص فهو هذا دي يحكي من منظوره هو. بس هنا هسه بعائلاتنا ومجتمعاتنا صايره تمشي عليها اسلوب حياه الزوج والزوجه، الام الزوج وام الزوجه او كلهم من دا يتدخلون، هم دا يشوفون المشكله من منظورهم هم. صحيح. مع انه من تجين تشوفينه هم دا يعرفون، هم دا يعيشون سويا، هم دا يعرفون طريقه تفكير واحد للثاني. فالنصيحه الاولى الي انه من دا يتزوج الشاب حياه منفصله، حتى لو مثلا انت ما تقدر هاي الحياه تقدر شويه تنتظر حتى البين ما احيانا ايضا من ينقلون مثلا المشكله اللي صارت بينهم، قد بيناتهم يقدرون يحلوها، لكن من توصل الى الاطراف الاخرى قد بعد تكبر. المشكله تكبر. صح. نعم، هو ما يقدرون يحلون هذه صح. المشكله. فاشارت الها سوزان، اغلب حالات الطلاق الزوج يريد زوجته، الزوجه هم عادي ما عندها مشكله تريد زوجها، بس يقولون اني والدتي ما تقبل. صحيح. معارضه هاي العلاقه بيناتنا. اصلا هم اكو علاقات مثلا انه الزوج والزوجه مثلا جابوا 5 اطفال جابوا، اهل الزوج يقولون بس تجيب 5 اطفال، بعد تجيب اطفال. هم من ضمن حياتهم واسلوب حياتهم انه لازم تجيب اطفال اكثر. فبهاي الناحيه تصير مشاكل، الزوجه ما تقدر، تعبت من انه من تربيه الاطفال او شيء، فيتدخلون بمشاكل اشياء شخصيه بس مصروفهم. يتدخلون بها. اي غصبا عليه جهال ووضع المادي يعني تعبان. هو تعبان. يعني تعرفون ما شنو، يقدر يصرف من يعيشون ببيت واحد نعم. ويا اهل الزوجه غصبا ما عليه يتدخلون. يعني مرات يجوز ما هم ما متدخلين، بس المشاكل بنفس البيت. انت يعني كلنا نعرف بنفس البيت الا ما تصير مشاكل، الا ما يصير مثلا شويه صراع بين الزوج والزوجه من دون ما يقصدون يجوز يتدخلون. صحيح. فمن الاخير فشلون يقررون بين الاهل نفسه. ممكن انا واختي ارائنا تختلف، صحيح. فتصير خلافات او بيناتنا، بس ممكن نرجع لبعض لانه ماكو احد يحرض بيناتنا. امنا وابونا بالعكس ممكن يحاولون يرجعون الامور مثل طبيعيه، او اختي واخويا نفس الشيء. بس اما اذا تكون الزوجه او الزوج لا، تبدي ما اعرف ليش تبدي تتغير النظره. انت لا تقبلين بهذه الحياه، انت لا تقبلين بهذا المستوى المعيشي. اوكي، مو انتم بالبدايه كنتوا تعرفون بمستوى المعيشي وانطيتوا هي، ليش هسه تريدون تطلقوها؟ زين انتم بدل ما تخلفون 5 6 7 جهال، خلفوا 2 3 واصرفوا عليهم، حاولوا تلبوا لهم طلباتهم. يعني مو بس هيك سوزان، يعني اكو مثلا بنفس البيت
اخوانه هم متزوجين بنفس البيت. فعلا. زين هذول اخوان متزوجين وهم كلهم وممنوع عندهم يطلعون. زوجاتهم وعندهم اطفالهم. مرات اشوف مثلا يعني مثلا من اللي دا نسمعه يعني بمجتمعاتنا العراقيه، اطفال الاثنين الاخوه تعاركوا سويه. نعم. هنا الاهل تدخلوا مع انه هم اطفال حتى كلهم الأطفال هم يعني تلقيهم تدخلوا بالموضوع. تدخلوا بهذا الموضوع. صارت شغل البيت مثلا، شغل البيت زوجة هاي اشتغلت اكثر من هاي، زوجة هاي مثلا الطبخ عليها، زوجة هاي مثلا تنظيف البيت عليها، الثانية تقول لا أني اشتغلت أكثر أني منهم. اشتغلت ممكن أكثر. ممنوع انه يعزلون، طبعا يعني عندهم قاعده البيت صغير وممنوع إيه يعزلون. يعني حتى مثلا هنا المشكله وين تروح؟ مو صارت بين الزوجات، المشكله راسا تروح يم الزوج. والله مرت اخوك قالت هيك، زوجة اخوك قالت انه مثلا اني هالقد اشتغل. الاخ هنا يصير بصراع اني قعدت وزوجة اخوك قعدت عفوا واني كلها علي وهكذا. اي صح. فهاي هاي مشاكل رئيسيه بازدياد حالات الطلاق بالمحاكم. يعني تشوف ممكن يقدرون انه يعزلون، بس بسبب انه اكو قاعده بالعائله ممنوع تعزل، ممنوع تطلع انت وعائلتك. يعني ممكن الاطفال ما يكونون ضحيه هنا، تكثر المشاكل بس بسبب انه لازم ما يطلعون من بيت منفصل. اكيد لانه شوفي هو اي اشكاليات تصير بين الزوج والزوجه يكون لها تاثير اكثر على الاطفال. تلقين الطفل هو وصغير قاعد بين عائله كبيره، مشاكل ما يفهم شنو الموضوع، الام والاب مشاكلهم هوايه كثرانه، ممكن الاهالي هم مثل ما قلت هسه كلهم كعائله كبيره قاعدين بالبيت. هذا الطفل يجي حتى نفسيته اعصابه ممكن حتى يصير بأمراض نفسيه حقيقه. نعم. توحد او غيرها بسبب هاي المشاكل. تلقين الطفل يصرخ، ينعزل حسب بعد. نعم سوزان، العنف الاسري هو ايضا من الاسباب الكبيره التي تؤدي الى ازدياد حالات الطلاق في المجتمع، سواء كانت من داخل بيت البنت او الزوج، يعني خلينا نقول البنت او الولد، او من بعد ما تتزوج. ممكن يعني تشوف العنف ده يصير تجاه الزوجه. يعني هي اول شيء اغلب البنات تلقيها قلت احنا ما تكمل مدرسه، فتقعد تقتصر حياتها على البيت، تفكر تغير من نفسها، تفكر بالزواج. من تفكر بالزواج اي احد اجى خطابها الاهل وافقوا اوكي، ما لنا علاقه بالفروقات اللي بيناتنا داخل الاسره، بس حتى تتخلص من العنف. تتزوج تروح البيئه هي ما تعرفها هي شلونها. تلقى الزوج ممكن يسكر، ممكن يتعاطى، يرجع للبيت فاقد، يبدي يعنفها هي، يعنف اطفالها. نعم. كذلك ممكن هي تتزوج اصلا هي وصغيره قاصر، لانه دا تحصل ضرب وعنف من اخ، من اب، من ام، بتعنفها بطريقه غير معقوله، مبالغه. فتفكر يعني الانسان ما يتحمل ضغط، يحاول يغير من نفسه، خاصه اذا يكون لا حول ولا قوه. فخاص البنيه من تكون بالبيت عندها عليها مجموعه يعني ضغوطات، تحاول تطلع من عندها بطريقتين: يا تتزوج يا تلجأ للموبايل وتحاول تتزوج يعني عن طريق الانترنت. ما تفكر انه مدى خطورة هذا الشيء على حياتها. نعم. هواية هاي موضوع التواصل الاجتماعي هواية صارت فتنة هيك حالات حقيقة، من تريد تغير من حياتها تروح تلجأ للتواصل، تتعرف على إنسان، من يجي يخطبها رأسا توافق، بعدين تبدأ تطلع المساوئ هذا الشخص أو مساوئ المرأة اللي اختارها عن طريق التواصل. إلى الآن يعني العنف الأسري رغم من حالات كبيرة يتعرضوا لها النساء، سواء النساء والرجال أيضا يتعرضوا لها داخل الأسرة، إلى الآن نفتقر إلى وجود قانون العنف الأسري. حقيقة هو غير مفعل. نعم. حد الآن، إلا أن أكو دائرة العنف الأسري موجودة، بس مثل ما دا أقول كذلك ممكن تتهدد المرأة أنه ما تروح لهاي تشتكي، ممنوع تشتكين. إذا زوجها حبسها هاي بحث آخر، إذا الأهل يقولوا لها عيب. نعم. كذلك فتصير ضغوطات هواية. يعني ممكن أنه ماكو حل مثل ما نعم. قلت، يعني تلقى الطرق كلها مسدودة قدام وجهتها، ترجع للأهل تطلب الطلاق. نعم. تنهي الموضوع بالطلاق. سؤال أخير مشترك حضراتكم هو شنو ممكن النقاط اللي تقدموها أو نعمل عليها حتى نحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع؟
النقطة اللي طرقنا لها ودنطالب بيها هم نعم. يعني صورة مختصرة. اي صح. إذا ممكن. الدورات نعم. تأهيلية نعم. للشباب والشابات المقبلات على الزواج، اللي مثلا تكون تفهم حياة كل واحد، تفهم طريقة تفكير الثاني. هاي من أكثر النصائح اللي أريد أنطيها. وأيضا الحياة الزوجية إيش قد ما تكون شوية لازم نقدم تنازلات من ناحية الزوج والزوجة. نعم. حتى لو مثلا أوكي نقول مثلا إحنا صار عندنا أطفال، من دا نشوف أطفالنا دا يكبرون، النتائج المترتبة عن حالات الطلاق وعن المشاكل والخلافات الموجودة بين الزوج والزوجة بشكل كبير بعدين تأثر على شخصيات هذول الأطفال. المجتمع أكمله ينهدم بهاي الطريقة. أغلب حالات أنه هسه دا نشوف حالات التنمر، حالات العدوانية عند الأطفال، حالات اضطرابات نعم. النفسية عند الأطفال، سببها الرئيسي المشاكل بين الزوج والزوجة والحالات الطلاق اللي صار بيناتهم، اللي دا يحس الطفل هنا بخسارة نعم. الأب أو الأم. نعم. اللي وأيضا هم كره والغضب اللي دا يتكون بشخصياتهم من ناحية أنه مثلا سبب الزواج أيا كان الطرف بهم سبب الزواج هو منار. بس الوقت يداهمنا وخلاص وقت البرنامج. بس لابد أنه من فرض قانون يفرض أنه تتسجل عقود الزواج بالمحاكم أولا، ثم رجال الدين عند رجال الدين. نعم. لابد من هذا، لابد من فرض عقوبة على حالات الزواج الخارجي، واللي يعني يتزوج خارجيا فرض غرامات يعني مالية تكون شوية نوعا ما أكبر من الموجودة حقيقة المفروضة حاليا، حتى يكون ردع للمجتمع، ردع للأشخاص اللي يحرضون على الزواج المبكر. وبالذات وجود دورات تأهيلية للزوجين حقيقة، توعيات بالجامعات بالمدارس للطلاب والطالبات عن الزواج والحياة الزوجية حقيقة. نعم. كانت هذه أبرز النقاط والخطط الواجب اتباعها حتى نحد من حالات الطلاق في المجتمع. شكرا على تواجدكم اليوم ويانا في هذه التغطية. حياتي شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.